السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة الفلان كراميل محبوب الجميع، يعني كامل الناس يبغوه. فيه مقادير بسيطة، 3 مكونات فقط وانتي حضرتي فلان ولا اروع. كما راكم تشوفوا هنا راني نتاستي فيه قدامكم. خرج روعة روعة، ان شاء الله تجربوه وتعتمدوه، وايضا ديروه في رمضان ان شاء الله. المهم هنايا بالنسبه للمقادير عندي كاس سكر، ندير الكاس تاعي في كسرونه نحطو هكا، نضيف عليه ربع كاس تاع ما، يعني غير قسما نشمخ هذاك الكراميل بلوتو السكر هكا باش نخدمو كراميل. كي يتشمخ لي كامل نحطو فوق النار ونخليه حتى يولي لي كراميل. في هذا الاثناء نروح نوجد لي غامكان تاوعي او لي مول تاوعي اللي راح ندير فيهم الفلان، نستفهم كامل في البلا ونخلي السكر تاعي يولي لي كراميل. هنا بالنسبه للكميه انا درت هنا على 2 خطرات، يعني درت هذه الكميه بريتله حليب وعاودت خدمت ريتله حليب اخرى. بهاد لي غامكان ريتله حليب تدي لكم 10 تاع لي غامكان. المهم هنايا درت هذاك السكر تاعي حتى ولا لي كراميل، شوفوا القوام اللي يولي فيه، يعني حتى يولي سائل هكا. سيو باش ما ديروهش الكراميل تاعكم، يعني ما يكونش غامق بزاف، يكون هكا لا كولور تاعو تجي شابه. نبدا نفرغ فيه وهو سخون، هنا حذاري الكراميل يعني كما تعرفوا حامي بزاف. نبدا نفرغ فيه في هذوك لي غامكان بهذه الطريقه يعني ونحكم لي غامكان تاعي وندورهم هكا باش ندير كامل الكراميل على المول تاعي. المهم نكمل كامل لي مول هكا بهذه الطريقه. كما قلت لكم هنا يدو 10، هنا في هذا السنيوه راني دايره برك 8 وكملت الكميه الاخرى في السني واحد اخر. المهم هنايا نكمل كامل هذيك الكراميل تاعي بهذه الطريقه، ومن بعد نجيب الحليب ونبدا نضيف فيه في نفس الكسرونه اللي طيبت فيها الكراميل. هذه هي الكسرونه نفرغ فيها ريتله حليب. هذه الكميه تاع السكر والكراميل تقدكم فقط ريتله حليب. يعني هنا كما راكم تشوفوني نفرغ في الحليب تاعي في الكسرونه ونحطه فوق نار، نخليه على نار قليله. من نزيدش للنار، نخليه نار قليله هكا يغلي لي الحليب تاعي. هنايا كما راكم تشوفوا جبت البيض تاعي وحطيت 4 كاملين تاع بيض و3 صفر. ضفت 4 بيض و3 صفر. تنجموا تضيفوا حتى 5 كاملين تاع بيض و2 صفار، يعني هذاك الصفار كي تنحوا البياض وتخلوا هذاك الصفار يعطيه واحد القوام رائع. هنايا ضفت 5 ملاعق تاع سكر، تنجموا تضيفوا 4 اللي ما يبغيش الحلاوه بزاف، ينقص الحلاوه عادي. هنا ضفت ملعقه صغيره تاع لافاني، تنجموا تعوضوها باللافاني كراميل ليكستري تجي احسن واحسن. انا هنا خلاصت لي ضفت البودر، مضاري ندير الكراميل ليكستري كراميل، نضرب هكا البيض تاعي حتى او البيض تاعي مع السكر حتى يذوب هذاك السكر. نسيي باش ما نخفقوش بزاف باش ما ديرليش هذيك الرغوه ويجيني الشكل تاع الفلان تاعي هكا فيه الرغوه بزاف. المهم هنايا ضربت حتى ذاب لي السكر، بديت نضيف فيه هذاك الحليب اللي غلالي فوق النار تدريجيا باش ما يطيبليش البيض تاعي ويدير لي هذوك الحبيبات. هنا نضيفه غير بالعقل حتى نكمل كامل الكميه تاع الحليب تاعي، ومن بعد نصفي هذاك الحليب باش نضمن انه ما بقات فيه حتى حبيبات. هنايا نجيب المصفى تاعي ونبدا نصفي في هذاك الحليب او في هذاك الفلون هكا باش نضمن كما قلت لكم ما يبقى لنا حتى حبيبات، وهذيك الرغوه ايضا تروح لنا وما تبقاش الرغوه من الفوق هكا، يجي الشكل تاع الفلون تاعنا شباب. صفيت كامل الكميه ومن بعد نحكم ملعقه نحي هذيك الرغوه من الفوق
ونبدا نفرغ في الفلون تاعي في هذوك لي غامكان ولا لي مول اللي عندكم. تنجموا ديروه حتى في مول كبير، انا درتو هكا انديفيدويال، تنجموا ديروه في مول كبير وتقسموه. نفرغ الفلون تاعي هكا او بواسطه بالبوده احسن. هنايا شوفوا تفرغت لي في السنيوه. نجيب مغرف كبيره ونبدا نعمر بها لي غامكان تاوعي، ونكون مشعله الفرن على درجه حراره 160 حتى ل 170 درجه. هنايا كما راكم تشوفوا عمرتهم كامل. نديرهم في الفرن ونجيب الماء سخون، يكون سخون، نفرغ هكا احسن، يعني حتى ندير السني تاعي في الفرن ونستف هذوك لي غامكان باش نبدا نضيف في الماء هكا. نضمن انه الماء ما يدفقليش. هنايا كما راكم تشوفوا راني ملحقتهم حتى للنصف. هنايا الفلان تاعي بعد ما طاب نجيب كيفاش نعرف باللي طاب، نجيب الموس تاعي وندخلوه هكا كي يخرج لي ناشف نعرف باللي الفلان تاعي طاب. هو الفلان يقعد مازال هكا يردح، يعني تشوفوه شاد روحو غير شويه هكا مع الحواشي وفي الداخل مازال يردح. بصح كي تديروا له الخدمي تاعكم وتخرجوه ناشف ثم تعرفوه باللي طاب. هنايا نحوه من هذاك الماء غالي وديروه هكا في يعني في شبايك ولا في اي حاجه في سنيوه اخرى. هنايا جبت هذاك الفلان تاعي خليته حتى برد مليح مليح، ومن بعد جبته وقلبته هنا قدامكم في طبسي. هنايا الكراميل ما بانتش مليح في هذا الطبسي، يعني كان كحل. عاودت درت طبسي واحد اخر ابيض بانت احسن واحسن. شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي كريمي، يجي روعه روعه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتعتمدوه في الشهر الفاضل ان شاء الله. المهم هنايا انايا وريت لكم القوام تاعو كيفاش جا. دوك نعاود نديرو في طبسي واحد اخر ابيض باش يبان هكا الكراميل احسن واحسن. شوفوا القوام تاعو عن قرب جا روعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وهذا هو الشكل النهائي تاع الفلون تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. نتلاقاو في وصفة قادمة ان شاء الله.